الاي كوميرس الصورة بتتكلم قبل الكلمة، والعميل بياخد قراره في ثواني. عشان كده التعديلات البسيطة والصح على الصور ممكن تكون الفرق بين العميل اللي هيشتري والعميل اللي هيعدي. لو كنت صاحب او مدير اي كوميرس ستور وعندك منتجات ممتازة لكن الصور بتاعتها مش احسن حاجة ومش بتوصل للجمهور الرسالة اللي انت عايزها، فشوف جوجل عملت لك ايه. اتفرج ازاي الادوات زي ايمج اف اكس من جوجل ممكن تقدم لك كل اللي محتاجه عشان تحول صور منتجاتك لقطع فنيه تجذب العملاء وتخليهم ياخدوا قرار الشراء فورا. تخيل كده انك راجع من يوم تصوير طويل معاك مجموعه صور تحفه جدا بس محتاجه شويه اديت عشان تكون مناسبه للسوشيال ميديا. عايز حاجه سهله وسريعه تعدل بيها الصور من غير ما تضيع وقت او تلجأ لبرامج معقده. هنا بتتدخل ايمج اف اكس عشان تساعدك، وخليني اقول لك المزايا الرئيسيه فيها. اول حاجه الفلاتر والتاثيرات الجاهزه. الفلاتر والتاثيرات الجاهزه في ايمج اف اكس بتوفر لك امكانيه تحويل صوره المنتج العاديه لصوره فيها طابع فني او احساس معين. على سبيل المثال لو بتبيع منتجات صيف ممكن تختار فلتر بالوان دافيه توحي بالشمس والبحر، او لو عندك منتج بيناسب الموضه فممكن تختار تاثيرات تعكس الستايل العصري ده. دي طريقه سريعه عشان تغير الشكل والايحاء العام اللي بيحتاجه العميل. ودي اول حاجه هتلاحظها لما تفتح ايمج اف اكس، وهي مجموعه الفلاتر الكتير اللي بتقدر تختار منها فلتر سواء يديك انطباع بصوره قديمه جديده صيف شتاء، لو كنت مصور على بحر، اي مكان اللي انت محتاجه بالظبط. هوب الصوره بتتحول لحاجه جديده من غير اي تعب. احيانا كتير الصور بتكون متصوره بشكل كويس جدا لكن الاضاءه مش احسن حاجه او الالوان مش طالعه زي ما انت متوقع. باستخدام ميزه تحسين الالوان والاضاءه تقدر تزود وضوح المنتج وتبين كل تفاصيله الصغيره جدا، فده بيخليها احترافيه اكتر، خصوصا لو منتجات زي مجوهرات ملابس، حاجه محتاجه تبين التفاصيل والخامه والالوان والنقشه والكلام ده كله. المهم انت مش محتاج تقلق، ايمج اف اكس بيقدم لك ادوات سهله عشان تعدل الاضاءه والسطوع والتباين والكلام ده كله بضغطه واحده. بضغطه واحده تقدر تخلي السماء الزرقاء تبقى ازرق اكتر، او تخفف الضباب، او تبين تفاصيل صغيره في الصوره بشكل اكتر. لما بتصور منتج مش كل مره الصوره بتطلع مظبوطه من اول مره، ساعات الصوره بتبقى محتاجه شويه تعديل عشان نركز فيها على المنتج الاساسي ونبعد عن التفاصيل اللي ملهاش لازمه. القص بيساعدك انك تحدد المنتج الرئيسي، تشيل اي عناصر بتشوش على التركيز على الصوره، ولو الصوره متصوره بزاويه مش مظبوطه بيخليك تعدل وضعيتها لحد ما تبقى متساويه ومناسبه للعرض على منصات البيع المختلفه. كتير من اللي بيشتغلوا في الاي كوميرس بيحتاجوا يعرضوا منتجاتهم في بيئات مختلفه او على خلفيات جذابه. دمج صورة المنتج في البيئة اليومية بيخلي العميل يتخيل الصورة وبيتخيل المنتج في حياته اليومية هتكون عاملة ازاي، وده طبعا بيحصل بسرعة جدا ومن غير اي تعقيدات. لو بتشتغل على السوشيال ميديا او حتى لو عايز تعمل بوست مميز، ايمج اف اكس بيتيح لك تضيف نصوص بشكل سهل جدا، تختار الخطوط والالوان وكمان الاضافات عشان تعمل حاجات زي الظل والتوهج وغيرها. كل المزايا دي متصممة عشان تخلي عملية تعديل الصور سهلة سريعة ممتعة من غير ما تكون خبير في الديزاين. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل النوتيفيكيشنز عشان تكون أول واحد يشوف الحلقة الجاية. سلام.